مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم وصفتنا لليوم هي حلا الطبقات البارد. هو حلا كتير خفيف وبارد ومقاديره كتير سهلة. رح نبلش بالمقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول الشي عندي أنا 6 كاسات من الحليب. رح ضيف عليهم، طبعا الحليب بيكون بارد. رح ضيف عليهم 6 معالق من الطحين، من السكر عفوا، بداية السكر. وكمان رح نضيف عليهم نص معلقة من الفانيليا لحتى يعطي هي النكهة الطيبة. نكهة الفانيليا كتير طيبة، طبعا اللي ما بحب نكهة الفانيليا فيه يستغني عنه. تمام. وبضيف نص معلقة من النسكافيه. وكمان بضيف 6 معالق من الطحين. طبعا في اذا انتم حبيتوا انكم تزيدوا هاي المقادير تضيفوا اكتر من كاسات حليب، فلكل كاسة حليب بتضيفوا معلقة طحين ومعلقة سكر. بتكون حلاوته مناسبة يعني، طبعا يعني بيكون وسط، ما راح يكون كتير حلو. فيكم تضيفوا معلقتين 3 زيادة يلي بيحبوا حلو أكتر. تمام. وهيك آخر الشي رح نضيف الكاكاو. أنا ضفت 3 معالق. وإذا بيكون عندكم كاكاو خام فبتضيفوا أقل معالق، لأنه بصير كتير كاكاو، يعني بصير كتير غامق. تمام. انا ما عندي كاكاو خام فضفت كاكاو. ضفت 3 معالق هيك وبحركهم كتير منيح. بتأكد انه انخلطوا منيح وبعدين برفعنا على النار. طبعا وهن على النار انا بستمر بالتقليب لحتى ما يصير عندي اي تكتلات او حتى ما يلزقوا بالطنجرة. تمام. هون انا حسيت انه الخليط بده كمان كاكاو فضفت له معلقة كاكاو اضافية، وكمان استمريت بالتحريك. وكمان انا نسيت اني لكم تضيفوا له مع نص معلقه قرفه كمان اختياريه، بتعطيها نكهه كتير طيبه. وهيك لحتى اوصل لهذا القوام لحتى يسمك. وبس بطفي النار تحتهم، بتركهم شوي شغلة 5 أو 6 دقايق لحتى شوي هيك يبرد الخليط. مو يبرد يعني شوي هيك، ما كتير يعني يبرد، مشان ما يسمك كتير. تمام. هلا هون انا بجي بصفن بالبايركس للبسكوت، وهون بنتي كانت عم تساعدني كمان، حبت اني تجي تساعدني. ايه. وبصب فوقهم الخليط. وبصبه هيك طبقات لحتى يخلص عندي كل الخليط. وطبعا انا ضفت هون جوز هند كمان اختياري. وبس يخلص كله بزينه. وزينته انا هون بجوز الهند والبسكوت المطحون، وحطيته بالبراد من 3 ل4 ساعات لحتى يبرد. وبس. وبعدين بتقدموه وصحة وعافية على قلبكم. حلا كتير سهل، بتمنى تجربوه وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. اكتبوا لي بالتعليقات إذا عم تحبوا وصفاتي، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بقناتي كراميلا. بحبكم كتير وباي.